إنه الجزائريين هم من يتصدرون التاريخ، والجزائريون هم من أنشأوا التاريخ. لا يا سيدي الكريم، واجب عليك أنك تقول كجزائري ماذا كانت تسمى فلسطين قبل 88؟ ولماذا الجزائر أخفت أحداث قصف سفن مول لايت؟ وأتمنى أنك تدوني عندك هذه المعلومة في 86. لماذا الجزائر عكس تونس ما توجهتش للأمم المتحدة في أحداث قصف سفن مول لايت؟ ثانيا، واجب عليك كجزائري أنك تقول من هو أول من اعترف بالسلطة الفلسطينية بال69، وهو جلالة الملك حسن الثاني الذي اعترف عندما احترق المسجد الأقصى بال69، وبوقتها دعا إلى اجتماع عربي إسلامي من أجل نصرة المسجد الأقصى. سيد محمد، إذا بتريد بلا ما كثير تتعب بهاي النقطة لأنه بس تمام، بس ما هو عشان ما بدنا نخفي التاريخ اختي الكريمة، بس عشان ما نحاول نخفي لأنه التاريخ، سيد لأنه محمد رح فلسطين نغير فلسطين السياق. اختي الكريمة، واجب على الشعب الجزائري، واجب على النظام الجزائري انه يحترم القضية الفلسطينية وعدم تدنيسها بقضايا اخرى. القضية الفلسطينية اكبر من انه دولة تاجر فيها او انه تحكي عليها. قضية شعب، قضية عادلة. احنا بنآمن بالقضايا العادلة ومع دعم اي قضية عادلة كشعوب، كفلسطيني، كسوري، كأي شخص في العالم بندعم اي قضية عادلة. ولكن يعني حرام شرعا ان تربط القضية الفلسطينية بقضايا غير عادلة. هذا الشيء اللي لازم يحكيه. اما بخصوص طرد الفلسطينيين، انا كفلسطيني، انا بحدثك كفلسطيني، وين السفارة الفلسطينية طالما انه الجزائر ونظام الجزائر بيعترف بحدود 67 وإقامة الدولة الفلسطينية والدولة الإسرائيلية؟ وين القنصلية الجزائرية في فلسطين؟ لماذا لا نرى قنصلية أو سفارة جزائرية طالما أن الجزائر تعترف بحدود 67؟ أين هي القنصلية؟ وإذا كانت الجزائر مع فلسطين وتدعم قضية فلسطين وتعاقب الأنظمة التي طبعت بالمعنى الحقيقي، لماذا الجزائر بالقمم العربية لا تذكر أي دولة عربية مطبعة؟ ولماذا الجزائر تتعامل مع الدول العربية المطبعة طالما أن القضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر خط أحمر؟ إذن الجزائر لا تتعامل مع القضية الفلسطينية كمبدأ، الجزائر تتعامل مع القضية الفلسطينية فقط من أجل تلميع نظامها. أنا كفلسطيني مضرور، أكثر من أساء لي أنا كفلسطيني هي الجزائر. لماذا الدول العربية جميعا لم تتاجر بالقضية الفلسطينية كما تاجرت الجزائر؟ هل عندما نقلت أمريكا السفارة إلى القدس هل تم سحب القنصل أو السفير الأمريكي من الجزائر؟ لماذا لا يوجد مظاهرات رسمية بالجزائر مساندة لفلسطين؟ أين الشعب الجزائري من حدود فلسطين؟ نحن مع فلسطين، نحن مع فلسطين. في 93 تم فتح الحدود للشعب الجزائري، تقدموا هيا بكم إلى فلسطين. لم نرى أي جزائري مقيم في فلسطين. أعطيني عائلة واحدة من الشعب الجزائري موجودة في فلسطين. فلسطين ليست للمتاجرة، فلسطين قضية عادلة تخص 20% من سكان الكرة الأرضية. هذا الشيء واجب على الشعب الجزائري أنه يفهموا. هي قضية ليست جزائرية، نحن نقدر حب الجزائريين لفلسطين، ولكن عدم إقحام القضية الفلسطينية في قضايا أخرى. هذا الشيء اللي إحنا بنعانيه. وماذا وراء، هو الشيء الوحيد اللي لازم نفهمه إحنا كشعوب، ما وراء ظالمة أو مظلومة. هذا الشعار الذي تم استخدامه بقضية فلسطين، مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، ما وراء هذا الشعار؟ ولماذا هذا الشعار بالذات؟ لماذا تم استغلال القضية الفلسطينية بقضية غير عادلة تسمى قضية البوليزاريو؟ أنا كفلسطيني لا أؤمن بها أصلا. هي ليست من صنع استعمار أوروبي أو تم تجزئة من قبل الاستعمار الأوروبي. أنا لا أؤمن بأي قضية غير عادلة، أنا أؤمن بوحدة الأراضي لأي دولة، ومن حقي أني أدعم أي دولة في أراضيها. لماذا الشعب الجزائري والحكومة الجزائرية تفرض على الفلسطينيين أشياء هم بالغنى عنها أصلا؟ وما دور الفلسطيني في قضايا غير قضاياه أصلا؟ هذا الشيء اللي لازم الجزائريين يحترموه. أنا ما بيهمني الجزائر شو قدم لفلسطين، ولا المغرب شو قدم لفلسطين، ولا السعودية شو قدمت لفلسطين. أنا بيهمني كفلسطيني إنه قضيتي العادلة ما يتم إدراجها في أي قضية تخدم النظام الجزائري. أما بخصوص مثل ما قال الأخ أسامة إنه عايش بالجزائر، ممكن يحكي لنا السيد الكريم إذا هو فلسطيني كيف سافر للجزائر؟ كيف هذا الإنسان سافر للجزائر؟ أنا أتحدى أي فلسطيني مقيم في فلسطين ولا خارج فلسطين إنه يحصل على الفيزا للذهاب إلى الجزائر. بكفي شعارات، بكفي استغلال الاسم الفلسطيني. إحنا انوجدنا على هاي الأرض نحترم جميع الشعوب ونقدر جميع الشعوب، ولكن دون إقحام قضيتنا في قضايا تخدم النظام الجزائري. واجب على الفلسطينيين والجزائريين إنه بعض الفلسطينيين، أنا أعمم بعض الفلسطينيين لأنه أغلب الفلسطينيين ومعظم الفلسطينيين
أصبح اليوم في 2023 فاهمين اللعبة صحيحة، ولكن هناك من يحاول تشويه التاريخ. أختي الكريمة، تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في تحياتي. القناة.